شايفين تحفه، هتعمليه بكل سهوله للمدارس ان شاء الله. مينا عيش بالحبه الكامله، دقيق الاسمر. شايفين سهل وبسيط ان شاء الله، تعمليه بكل سهوله زي ما حضراتكم شايفين العيش وشايفينه جوه الفرن. عملت لكم النهارده ميني عيش الدقيق الاسمر، دقيق الحبه الكامله بالشكل ده كده اهو. هنسويه ان شاء الله مع بعض، بس هسيبه يرتاح نص ساعه او اكتر على حسب ما هو يخمر تاني. انا فردته بالشكل ده كده اهو، حجم صغير للمدارس تعملوا فيه لولادكم سندوتشات، وان شاء الله في ثواني هتعمليه، مش هياخد منك وقت. طريقة فرده سهلة وطريقة العجن سهلة جدا، ان شاء الله يعجبكم بالشكل ده اهو. هنشيل العيش هنحطه على المطرحة بالشكل ده كده، بالراحة زي كده كده. بالشكل ده كده هنرمي بقى بالفرن زي ما حضراتكم شايفين. شايفين العيش ما شاء الله، رأيكم؟ تعمليه في البيت بكل سهولة. ميني عيش صغير طبعا لسندوتشات المدارس، ان شاء الله يعجبكم. العيش تحفة ما شاء الله، شايفين سندوتشات المدارس صحي. سر نجاح العيش دون اللي هو ان انت تسيبيه يخمر مره تانية بعد ما تقطعيه بالشكل اللي وريتهولكم، لان دي تو ما هو العيش خمر طبعا هيقب زي ما انتم حضراتكم شايفين كده بالشكل ده كده اهو، بالمنظر الجميل ده اهو. وهتعمليه بكل سهوله، ممكن تعمليه على عين البوتاجاز وممكن في فرن البوتاجاز عادي كمان. شو حلاوته ما شاء الله، تحفه. ميني عيش بدقيق الحبه الكامله، ان شاء الله يعجبكم. شايفين الجمال اهو، تحفه. انا ماسكه التليفون بايدي بس مش عارفه امسك. شايفين اهو، فتحت لكم الرغيف كله اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو، تحفه. ينفع سندوتشات المدارس ان شاء الله. الطريقه تعجبكم والعجينه سهله وبسيطه، عباره عن خميره وميه وملح ودقيق بس.
شوفوا حلاوة العيش من جوه. فتحت لكم كمان رغيف اهو عشان تشوفوه. شايفين اهو، تحفة تحفة ما شاء الله. اهو سندوتشات. لو هتخزنيه بقى هتحطيه في كيس بعد ما يبرد. هتروح حاطاه في كيس وحاطه على قد العدد اللي انت عايزاه، وتحطيه في الفريزر، ووقت ما انت تعوزيه هتطلعيه في اي وقت انت عايزاه تسخنيه، وهيرجع اكنك انت لسه خابزاه بالظبط.